النهارده هتكلم مع حضراتكم عن افضل برنامج مونتاج على الموبايل. البرنامج ده او التطبيق ده حرفيا بيعمل لك كل حاجه انت عايزها في الفيديو. اي حاجه عايز تعملها في المونتاج هتلاقيها داخل البرنامج ده، وكله على الموبايل. اللي موجود في ادوبي بريمير واللي موجود في سوني فيجاس واللي موجود في كل برامج المونتاج هتلاقيها موجوده في البرنامج ده. خليني اقول لكم مثال بسيط على امكانيات البرنامج ده. انت ممكن تستخدمه في انك تبطئ الفيديو، تسرع الفيديو، تعمل زوم ان وزوم اوت، تحط صوت في الخلفيه، تحط صوره على الفيديو، تكتب على الفيديو، تشيل الكروما الخضراء، تحط علامه الاشتراك قدامك كده على الفيديو، تعمل تأثيرات انتقاليه وحركيه اثناء الفيديو. حاجات كتيره جدا تقدر تعملها من خلال البرنامج ده، وكلها مجانيه ومن غير علامه مائيه. وعشان ما نضيعش وقت كتير يا شباب، خلينا على طول نبدا في الشرح ونعرف مع بعض امكانيات البرنامج وازاي نستخدمه في عمل المونتاج على الموبايل. اهلا بيكم مره تانية يا شباب، وده البرنامج اللي احنا هنشتغل عليه، برنامج VN. هنفتح مع بعض كده البرنامج. دي الواجهه الرئيسيه لبرنامج VN، وعشان نبدا نمنتج الفيديو بتاعنا او نحط الفيديو بتاعنا داخل البرنامج هندوس على علامه الزائد دي. هتفتح معاك الصفحه دي، عندك نيو بروجكت لو انت معاك فيديو وعايز تعمل له مونتاج، ستوري لو انت هتعمل ستوري، تمبلت بيبقى مديك قوالب جاهزه تبدا تعدل عليها زي ما انت عايز، قوالب بفيديوهات جاهزه تقدر تستخدمها وتحط الصور بتاعتك، تحط اللوجو، تحط الموسيقى بتاعتك زي ما انت عايز، زي الموقع اللي احنا شرحناه قبل كده ان فيديو. هكون سايب لك الحلقه دي في الوصف، بيديك قوالب جاهزه وانت بتعدل عليها بكل سهوله. خلينا في حلقتنا النهارده، وهو عمل نيو بروجكت. عندي فيديو وعايز اعمل له مونتاج. اول لما تدوس على كلمه نيو بروجكت هيفتح معاك الجهاز بتاعك وعندك الفيديوهات اللي موجوده على التليفون، وتختار الفيديو اللي انت هتعمل له مونتاج. هندوس كده على الفيديو ونبدا ندوس على السهم ده. هيعمل تحميل للفيديو، هيعمل معالجه للفيديو ويحطه داخل البرنامج. طبعا كل ما كان الفيديو كبير ده هيخلي البرنامج ياخد وقت لحد ما يعالج الفيديو ويحطه داخل البرنامج. في الصفحه دي او في الواجهه دي انت هتبدا تعمل مونتاج كامل على الفيديو بتاعك بشكل احترافي زي الكمبيوتر بالظبط، وممكن كمان احسن. عندك اول حاجه كلمه اوريجينال اللي فوق دي يا شباب، هندوس عليها كده. هيفتح معاك المقاسات اللي انت عايزها. انت عايز تعمل الفيديو ده باي مقاس، عايز تعمله بمقاس 16:9 اللي هو مقاس يوتيوب، عايز تعمله مقاس 1:1 مقاس انستجرام، ولا 4:5 انستجرام برضو، ولا 9:16 مقاس التيك توك، ولا 2:3. كل المقاسات المتاحه هتلاقيها في البرنامج ده، فاحنا هنختار مقاس 16:9 مقاس اليوتيوب. بعد كده هنرفع السهم تاني خلاص. ولو انت عايز تعمل فيديوهات قصيره على اليوتيوب برضه هتقدر تختار المقاس ده اللي هو مقاس تيك توك 9:16. عندنا اول تراك يا شباب. التراك ده التراك الرئيسي اللي بيكون فيه الفيديو الرئيسي بتاعك اللي انت هتشتغل عليه. عندك تحت كده هتلاقي كلمه اسمها سبليت لو انت عايز تقسم الفيديو او تقطع الحتت الزياده. هتيجي مثلا هنا، خلينا نكبر كده شويه يا شباب. بص بايدك الاثنين كده تبدا تسحب، هتلاقي الفيديو بتاعك بيكبر عشان تحدد الثانيه اللي انت عايز تقطع عندها. بعد كده هتدوس على سبليت هنا، هتدوس كده هيقطع معاك الفيديو. اصبح الفيديو في تراكين مش تراك واحد، ادي جزء وادي الجزء الثاني تم تظليله. انا بس عايز اقسم الفيديو لاكتر من جزء يا شباب لهدف معين وانا بشرح لكم. تمام، اي حته عايز تقطعها ممكن تكبر كده وتقطع هنا بالظبط. تمام يا شباب اهو. يبقى ده التراك الاول. التراك الثاني يا شباب، التراك ده لو انت عايز تركب فيديو فوق الفيديو، لو انت عايز تحط صوره فوق الفيديو، لو انت عايز تحط علامه الاشتراك او الكروما فوق الفيديو، تقدر تعمل ده من خلال التراك الثاني، ودي هشرحها لك بس لما نشرح الشريط اللي تحت ده يا شباب. عندك بعد كده التراك الثالث. التراك الثالث ده لو انت عايز تكتب على الفيديو، تضيف كتابه على الفيديو. التراك الاخير تراك الصوت، لو انت عايز تضيف صوت، عايز تضيف تاثيرات صوتيه، عايز تسجل صوت بنفسك داخل البرنامج، تقدر تعمل ده من خلال تراك الصوت. خلاص كده اتعرفنا على الاربع تراكات الرئيسيه داخل البرنامج. نبدا نشرح مع بعض بقى الشريط اللي تحت ده. اول حاجه عندك اسمها التمبلت، ودي القوالب الجاهزه اللي احنا كنا اتكلمنا عنها. لو انت عايز تاخد قوالب تحطها داخل الفيديو بتاعك. عندك حاجه ثانيه اسمها الفلتر، لو انت عايز تعدل على الوان الفيديو. لو دوسنا كده على الفلتر هتلاقي فيه فلاتر كتيره ظهرت قدامك يا شباب زي ما انتم شايفين كده، بيبدا يعدل على الالوان زي ما انت عايز، التاثيرات اللي انت عايزها. ده الفيديو الاساسي، وهنا بعد اضافه التاثيرات. لو انت شخص محترف وعايز تعدل على الالوان بنفسك هتدوس على ادجست، وهتلاقي عندك كل حاجه متاحه تقدر تعدل على الالوان. هنا بزود الاضاءه، هنا الكونتراست، هنا البريتنس، هنا الالوان مش عارف اسمها ايه بصراحه اهو. تبدا تعدل زي ما انت عايز، ظبط زي ما انت عايز يا معلم. اعمل دي مثلا، دي تاثيرات حلوه اهي زي ما انت عايز. طبعا انا مش خبير في حاجه زي كده، لكن انت لو بتعرف تعدل على الالوان هتلاقي كل الادوات موجوده عندك وتعدل على الفيديو باحترافيه. طبعا لو عايز تحفظ هتدوس هنا، لو انت عايز تحفظ على التراك اللي انت واقف عليه، على جزء الفيديو اللي انت واقف عليه، عشان كده انا قسمت الفيديو لاكتر من جزء. لكن لو عايز تحفظ التاثيرات دي على كل الاجزاء اللي انت قطعتها او على الفيديو كله يعني، هتدوس على ابلاي تو اول. طبعا احنا هندوس على اكس عشان مش عايزين نحفظ التاثيرات دي اصلا. عندنا بعد كده يا شباب حاجه اسمها سبيد، لو انت عايز تسرع الفيديو بتاعك. خلينا نقف على التراك ده، نقطع هنا كده ونقف على التراك ده، وعايزين نسرع التراك ده يا شباب. التراك ده هيبقى في السرعه العاديه والتراك ده هيبقى سريع. هندوس كده على سبيد
جوجل ادوردز، غير انك وهتلاقي عندك تعمل عليه المكان ده يا اعلانات شباب، لو مموله. هتسحب كده لتحت هيبدا يبطئ معاك زي ما انتم شايفين كده. هنا يبدا يسرع معاك زي ما انتم شايفين كده، هتلاقي الحركه اسرع من الطبيعي. تنزل تحت كده هيبدا يبطئ معاك مره تانية. عندك بقى ريجولار برضه تقدر تظبط السرعه زي ما انت عايز. كده هو بيسرع الفيديو زي ما انتم شايفين كده، بيبطئ الفيديو ده. لو انت عايز تزود السرعه في التراك كله، في الجزء اللي انت وقفت عليه كله مره واحده كده تسرع، كده ايه تبطئ السرعه زي ما انت عايز. طبعا علامه الصح والابلاي تو اول، لو انت عايز تعمل لتراك واحد هتدوس صح، بس عايز تعمل لكل التراكات اللي موجوده هتبقى ابلاي تو اول. واحنا هنا هندوس برضو على اكس. تمام كده عرفنا ازاي نعمل السرعه او نسرع الفيديو. السبليت دي اللي بتقطع لك الاجزاء اللي انت مش عايزها في الفيديو. مش عايز الجزء ده هنا، تبدا تكبر وتدوس على سبليت يقطع لك الجزء، اصبح الفيديو متقسم لاكتر من جزء. عندك بعد كده ترايم، ليها علاقه بالسرعه لو انت عايز تسرع الجزء اللي انت واقف عليه. في عندك سرعات هندوس بعد كده على علامه الاكس. عندك بعد كده الاف اكس، ودي التاثيرات اللي هتحطها على دخله الفيديو. عايز المقطع يبدا ازاي؟ عندك هنا شويه تاثيرات زي التاثير ده، عندك ده، عندك ده، يعني تفتحه من خلال حاجه احترافيه بصراحه شويه. شايفين الفيديو بيبدا بالشكل ده، مجرد دخله للفيديو بس. تختار بقى التاثير اللي انت عايزه. هندوس هنا على صح، عايزين التاثير ده على التراك ده. هنشغل كده مع بعض يا شباب. بصوا جهاز الكمبيوتر، وبعد كده تقدر اول ما تخش تستخدم على جوجل التراك التاني ادوردز من خلال الموبايل بتاعك. التاثير اتطبق ازاي. عشان كده برضو انا قلت لك انا عايز اقسم الفيديو لاكتر من جزء عشان اوضح لك الفرق على كل مقطع. عندنا بعد كده ديليت، لو انت عايز تمسح حاجه من الفيديو. يعني هنكبر مثلا الجزء ده، عايز اعمل هنا سبليت واجي هنا واعمل سبليت، وعايز اقطع الجزء الكبير اللي في النص ده او الجزء الصغير ده، فهدوس عليه كده وهتظهر قدامك كلمه ديليت. يا اما ديليت اللي هي فوق دي، يا اما ديليت اللي تحت، ايا كان الاثنين هيقوموا بالغرض. طيب لو انت عملت حاجه غلط او مسحت حاجه غلط وعايز ترجع فيها، هتلاقي عندك السهم ده، هتدوس عليه هيرجع لك الحته اللي انت مسحتها او الجزء اللي انت مسحته او حتى التاثير اللي انت عملته بالغلط. عندك بعد كده الفوليوم، لو انت عايز تعلي صوت الفيديو. عندك بعد كده حاجه اسمها البي جي. البي جي دي لو انت عايز تضيف خلفيه او اطار للصوره بتاعتك. زي ما انتم شايفين كده يا شباب، بيبدا يغير شكل ولون الاطار، هو بس مش باين قدامك عشان صغير. تمام، هندوس كده على اكس، احنا مش عايزين نحط اي اطارات على الفيديو. هندوس كده باك لو هو طبق التاثير بتاعنا، يبقى كده خلاص شال التاثير اللي احنا حاطيناه. عندك بعد كده كروب، دي لو انت عايز تغير مقاس الشاشه اللي انت فيها. هندوس كده على كروب وتبدا تختار المقاس اللي انت عايزه، ودي عملناها من الاساس قبل ما نبدا. من هنا يا شباب من عند كلمه اوريجينال اخترنا مقاس اليوتيوب، فالكروب هي نفس الكلمه اللي فوق او نفس الاختيار اللي فوق. هنا بعد كده عندنا المرايه او الميرور معلش انا قلدر، هتدوس عليها كده هيعكس لك الصوره من الشمال اللي هو واقف عليه ده. معلش نجيب اي صوره ثانيه برضه هي من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين. الفليب دي من فوق لتحت ومن تحت لفوق. تمام، عندنا حاجه اسمها فريز، دي لو انت عايز تجمد المقطع. يعني هندوس كده سبليت وعايزين نجمد المقطع ده يا شباب، هندوس كده على فريز، نختار فريز اهو. تمام كده عمل تجميد للمقطع ده. هنرجع كده هنا يا شباب ونشغل. تستخدم جوجل ادوردز. بصوا دي عند المقطع اللي احنا اخترناه، وقف الصوره وبعد كده كمل عادي. مره تانيه عشان تتاكدوا اهو. ليه؟ تقدر تستخدم جوجل ادوردز. بصوا الصوره وقفت ازاي عشان عملنا فريز، بعد كده كمل الشرح عادي او كمل حركه عادي. عندك بعد كده حاجه اسمها ريفرايس. الريفرايس دي بيعكس الفيديو، يعني الفيديو بيبدا وانا بقول 1 2 3 4 لحد 10. لا الفيديو لما ادوس على كلمه ريفرايس هتلاقيني بعد بقول 10 9 8 7، يعني بيعكس الكلام وبيعكس قدامك حركه الفيديو. عندنا بعد كده زوم. زوم دي لو انا عايز اخش زوم على الفيديو، يعني مثلا انا هقف على التراك ده يا شباب اهو، الجزئيه دي هعمل سبليت كده، هقف على الجزئيه دي وعايز اعمل لها زوم. بعد كده هختار مثلا زوم ان، هيبدا يعمل زوم على الصوره زي ما انتم شايفين كده. لكن عشان تعمل الصوره داخله قدامك بيبدا يكبر الصوره. اخر حاجه يا شباب عندنا حاجه اسمها فورورد. فورورد دي لو انت عايز تاخد اي تراك او اي جزء من الاجزاء دي يا شباب وتخليه طبقه ثانيه فوق الفيديو. يعني مثلا هناخد الفيديو ده مثلا او الطبقه دي كده، هنقطع هنا مره ثانيه سبليت اهو، عايز اخد الجزئيه دي واحطها فوق الفيديو. هسحب كده وادوس على كلمه فورورد. بصوا خلوها طبقه ثانيه فوق الفيديو اهي يا شباب، الطبقه اهي احركها زي ما انا عايز. لو وقفت هنا كده هتلاقي بقى في فيديو فوق الفيديو، وتقدر تصغر زي ما انت عايز اهو يا شباب، وتسحبه زي ما انت عايز في الجنب ده، فبقى في فيديو فوق الفيديو. طبعا دي انا هوريها لك لما اجي احط فيديو تاني في التراك اللي فوق. خلاص احنا عرفنا كل الوظائف اللي موجوده داخل البرنامج، واكيد انت انبهرت بالوظائف اللي موجوده داخل البرنامج ده، البرنامج المجاني ده. نروح بقى للتراكات ونعرفك ازاي تحط فيديو او صوره او تكتب على الفيديو. هنمسح الجزء اللي في الاول ده، ندوس كده سبليت، نقف هنا هندوس ديليت. تمام، نروح بقى للتراك التاني اللي هو ده يا شباب. لو انا عايز اضيف صوره او فيديو تاني فوق الفيديو ده، هندوس كده عليه وهختار مثلا
الكروما دي، خلينا نضيف الكروما دي يا شباب. تمام، عملنا بروسيسنج. هبدا اكبرها كده معايا لحد ما تملأ الفيديو. تمام كده يا شباب، اهي الكروما ملت الفيديو. وعايز بقى اشيل الكروما دي. لما ادوس عليها كده هيظهر عندي اختيار ما كانش موجود اسمه كروما اهو يا شباب. الاختيار ده هدوس كده عليه، هيظهر قدامي الدايره دي وهقف بيها في المكان الاخضر، او حتى اول ما ادوس على كلمه كروما اتشالت من قدامي الكروما الخضراء. لكن لو وقفنا كده هنا هيرجع لي الكروما الخضراء تاني. هسحب انا من المكان الاخضر عشان يشيل الكروما. اول لما بسيبها هدوس كده على علامه صح، اتشالت الكروما الخضراء من الفيديو. لو رحنا كده لاول الفيديو شغلنا، ان يكون عنده حساب على جوجل ادوردز. الدولارات نازله من غير الكروما الخضراء، من غير تاثير. مهمه جدا في مستقبلك وفي مشوارك على اليوتيوب. طبعا لو عندك كرومة اشتراك برضو تقدر تعملها. طيب انا عايز اضيف صوره فوق الفيديو، بشرح حاجه وعايز صوره تظهر جنبي على اليمين على الشمال زي ما انا عايز. هقف كده في اي حته يا شباب، وليكن هنا، او خلينا هنا فوق الكرومة. هدوس كده على نفس التراك، هدوس هنا كده واختار اي صوره، او حتى هختار فيديو تاني يا شباب. هبدا اعمل بروسيسنج للفيديو طبعا عشان الفيديو مدته طويله شويه. طيب يا شباب، انا اخترت فيديو تاني لان الفيديو بصراحه اللي انا اخترته قعد فتره طويله، فاخترت فيديو تاني. يعني حطيت كروما وحطيت فيديو في نفس التراك. يعني عادي تحط في نفس التراك اكتر من حاجه، تبدا تصغره زي ما انت عايز، تصغر الحجم زي ما انت عايز، تحطه هنا مثلا، ترجع كده للاخر اهو وتدوس بلاي. ان يكون عنده حساب على جوجل الفيديو اشتغل معانا اهو يا شباب، جوجل ادز. وهتلاقي عندك بعد كده الكروما بدات تظهر جدا في مستقبلك زي ما انت شايفين مشوارك على اليوتيوب. فديت تحط فيديو على موقعك على الانترنت او عندك مدونه على بلوجر. نروح بعد كده للتراك الثالث يا شباب، اللي هو تراك الكتابه. لو انت عايز تضيف كتابه على الفيديو هتدوس كده على التراك ده يا شباب. هو ده اللي انت هتكتب منه على الفيديو. هتلاقي عندك حاجات كتير واشكال كتير تقدر تستغلها في انك تكتب على الفيديو. وليكن مثلا هناخد التأثير ده يا شباب. هبدأ اكتب كده ابو ملك ونحرك في المكان اللي احنا عايزينه يا شباب اهو. تمام كده اهو. وبعد كده هتدوس على علامه الصح. ممكن نسحب كده لحد ما الفيديو او الكتابه تملى الفيديو بالكامل. ولو رجعنا كده، انا عايز بس امسح الفيديو ده بعد اذنكم اهو، عايز امسحه بس معلش. بعد كده هبدا ادوس كده بلاي اهو. ان يكون عنده الكتابه بدات تظهر معانا على الفيديو، وطولت مده دقائق انك هتحتاجه وتقدر تتحرك في التراك او في مكان الكتابه زي ما انت عايز، يمين شمال فوق تحت، تصغر تكبر زي ما انت عايز. نروح بعد كده للتراك الاخير وهو تراك الصوت. لو دوسنا كده هنلاقي عندنا 3 اختيارات: انك تحط موسيقى، انك تحط افكت، وانك تستخدم البرنامج في انك تسجل صوت على طول، يعني هتعلق على الفيديو. لو دوسنا كده على ميوزك هتلاقي كل تراكات الصوت اللي موجوده على الجهاز بتاعك، وتحط الصوت وتركب الصوت اللي انت عايزه. عندك حاجه تانية اسمها الافكت، بيديك شويه تاثيرات ومكتبه تاثيرات كامله تقدر تستخدمها داخل الفيديو. عندك هنا تأثيرات كرتون، تأثيرات فني، تأثيرات فاست، سيارات تقريبا، طقس، اللي انت عايزه. انا مش عارف الصوت هيظهر معاكم ولا لا وانا بشغل كده، مش عارف بيظهر ولا لا يا شباب صراحة، لان انا بسجل من خلال المايك، فيا رب يكون الصوت بيظهر. انت تقدر تستخدم بنفسك البرنامج وتجرب التأثيرات دي يا شباب. تأثيرات جميلة ممكن تقعد كتير عشان تدور عليها. عندك هنا تأثيرات الفني، فانت براحتك بقى اختار التأثير اللي انت عايزه على الفيديو. فاضل حاجة أخيرة بس، لو انت عندك 2 فيديو جنب بعض او مقطعين جنب بعض، وليكن المقطع ده والمقطع ده، وعايز تغير الحركات الانتقالية ما بينهم، هتدوس على علامة الزائد اللي في النص دي يا شباب، وهتلاقي عندك تأثيرات كتير ما بين المقاطع. بصوا هي دي، عندك دي وعندك دي مثلا، وعندك دي حاجات جميلة. تخفي المقطع وتخش على المقطع اللي بعد كده. عندك دي مثلا، تأثيرات كتير تقدر تستخدمها اللي انت عايزه وتعلم كده. هنرجع كده يا شباب وندوس على بلاي. موقعك على الانترنت لازم تعرف ان اهم حاجة في استخدامك. بصوا كده التأثيرات، التأثير اتغير ما بين التراك والتاني. بعد ما بتخلص الفيديو بتاعك بشكل كامل وتعمل المونتاج بتاعك بشكل سليم، هتلاقي عندك فوق كده كلمة اكسبورت، انك عايز تستخرج الفيديو. هيظهر عندك هنا الريزولوشن، لو انت عايز الريزولوشن 720 ولا 1080. انا بستخدم 1080. عندك هنا الاف بي اس اللي هي الاطارات، معدل الاطارات داخل الفيديو، هتخليه مثلا 60 فريم. البيت ريت هتخليها زي ما هي ديفولت، وبعد كده هتدوس على كلمة صح. زي ما انتم شايفين تحت هنا بيعمل اكسبورتنج للفيديو، واول لما بيخلص هيتحفظ عندك على الموبايل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وما كنتش طويل عليكم. اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. شكرا ليكم، ويا ريت لو الفيديو عجبكم سيبوا لي رايكم في التعليقات. مع السلامة.